وأخيرا بعد تفريغ الكاميرات الجهة الأمامية والجهة الخلفية قررت هبة المتهمة بقتل أحمد عريس المرج بالاعتراف، وده كان شيء جديد أو اعتراف جديد هي قررت إن هي تقوله، وعلى أساسه طلع تحقيقات جديدة. هنتكلم عن تفريغ الكاميرات من الجهة الأمامية والجهة الخلفية، وهنتكلم عن اعتراف هبة الجديد، وكمان هنتكلم عن أخوات هبة اللي لسه طالعين امبارح ببوستات بيدعوا ويحاسبنوا على أحمد إن هو كان السبب في اللي حصل، وبعد كده اترحموا عليه أو ما اترحموش بنية صافية، فقرروا إن هم يدعوا على اخوات أحمد. ومن هنا الترابيزة اتقلبت عليهم واكتشفوا دليل جديد أثناء التحقيقات. تفاصيل هنشوفها مع بعض، بس في الأول صلوا على النبي. طبعا احنا شايفين إن اخوات هبة أو أصلا أهل هبة مش موجودين على الساحة تماما، ولأنهم رفضوا يتصوروا مع أي برنامج تلفزيوني أو أي مذيع يروح يقابلهم، كان بيرفض إن هم يتكلموا تماما. وده تحت بند واحد، إن انتوا وقفتوا مع العريس المنوفية أو الشرقية بالظبط، اللي هو قتل عروسته أو قتل مراته وهي حامل، وإن انتوا قلبت الدنيا عليه ودلوقتي جبتوا له إعدام. حرفيا قالوا للمذيعين أو قالوا للصحفيين: هو انتوا عايزين تصوروا معانا ليه؟ عشان تاخدوا اللقطة على حسنا، ولا عشان تطالبوا بإعدام أختنا؟ فلما مذيعة ردت وقالت: بس احنا عايزين نجيب حقها، لو هي مظلومة ولو في حاجة مش مفهومة في القضية فاحنا نساعدها، يا إما نطلعها منها براءة، يا إما بدل الإعدام نجيب لها حكم مخفف. قال لهم: لأ، انتوا كل اللي انتوا عايزينه ان انتوا تطلبوا بحق أحمد، ومش هاممكم إيه اللي هيحصل لأختنا أو لبنتنا. ده آخر حاجة هم قالوها. ولسه طالعين امبارح على صفحة أخوها طالع ببوست: حسبي الله ونعم الوكيل في اخوات أحمد، اخواته شرانيين واخواته هم سبب المشاكل، وان انتم ما تتغفلوش في طيبتهم ومسكنتهم اللي طالعين بيها. هم اللي خربوا بيت اخوهم، وهم اللي فضلوا وراه اختي او فضلوا ورا بنتنا لحد ما قتلته. ده التصريح اللي طلع على ابلكيشن التيك توك على صفحة اخوها الرسمية. طيب ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ بعد كده اختهم قررت ان هي تعترف، او بمعنى اصح ان هي قعدت لها قعدة مع المحامي بتاعها ساعتين تلاتة، وبعد كده قدرت ان هي تدخل على التحقيقات من جديد. والكلام ده بعد تفريغ الكاميرات تماما عشان يشوفوا التفاصيل الجديدة. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ او هي اعترفت وقالت ايه؟ قالت كلام انا هقوله لكم دلوقتي، بس برضو هي مستمرية في الكذب، فاكرة ان اللي هي بتعمله ده هتفضل تماطل في القضية، وان هي هتفضل تلففهم حوالين نفسهم، وفي الاخر ان هي هتخرج لعدم اكتفاء الادلة او لعدم كفاية الشروط ان هي تبقى متعمدة القتل. بس اللي طلع بعد كده من التحقيقات مع تقرير الطب الشرعي الجديد ان هو بيكذب كل كلمة هي بتقولها، وهي فاكرة ان المحامي اللي معاها هيخرجها منها. بس هي ما تعرفش ان هي بتوقع نفسها في شر اعمالها، لان كل مرة بيحصل معاها تحقيق بتقول نبذة غير التانية. في كل مرة اثناء التحقيقات بتعترف بحاجات ملهاش اي علاقة مع اللي قبلها. ولحد دلوقتي عندنا القانون واخدها على كفوف الراحة، يعني بمعنى أصح قايلين لها كده حرفيا: خدي راحتك. طب ايه اللي حصل أثناء التحقيقات؟ أثناء التحقيقات بدأ إن هم يسألوها: يا بنتي ايه اللي حصل اول ما جوزك دخل عليكي؟ قالت: انا كنت تعبانه طول اليوم، ما قدرتش ان انا اعمل الاكل وما قدرتش ان انا اروق البيت، وهو جاي من بره كان تعبان ومتعصب جدا، وانا كنت واقفه في المطبخ بعمل الاكل، فبدأ يسألني: فين الاكل اللي انتي عملتيه؟ حضري لي الغدا، انا جعان وتعبان وعايز ادخل انام. فقالت له: حاضر، الاكل على النار بيستوي. فبدأ يقول لها: يعني انتي من ساعتها ما عملتيش الاكل؟ امال بتعملي ايه من ساعتها؟ فبدأ ان هو يشتمها باهلها. فبدأت تقول له: لا، ما تشتمش اهلي عشان انا كمان ما اشتمش اهلك. وقالت ان هي ساعتها كانت واقفه بتقطع السلطه، وان هو بدأ ان هو يتطاول عليها بالشتيمه. فهي بدأت تقول له: ما تشتمنيش. وبدأوا ان هم يتخانقوا مع بعض، مجرد خناقه كلاميه يعني صوت. فبعديها احمد راح مسك ايدها اليمين اللي هي فيها السكينه ولوها لها لورا، فبدأت وان هي بتزقه ان هي ما تعرفش ايه اللي حصل. اتفاجئت ان ايده اتفكت من عليها ووقع على الارض.
فهي بتلف لقيته ان هو غرقان في دمه، فبتقول انا اتفزعت من كمية الدم اللي موجودة، فوقفت شوية افتكرت ان هو مجروح مجرد جرح عادي، فبعديها بحركه ما بيتحركش تماما، فانا اتفزعت ورميت السكينة في الحوض. وبعدها على طول قعدت اصرخ وانادي لاخته، وقالت اول ما طلعت على طول اخدنا احمد وجرينا على المستشفى. وقال لها لما اتسألت عن عدد الطعنات اللي موجودة في جسمه، قالت هي طعنة واحدة بس اللي كانت ماسكة بيها الآلة الحادة وأنا بعمل السلطة، وإن هو بيلفني فدخلت فيه، وإن هي طعنة واحدة اللي موجودة في جسمه مفيش غيرها. وأكدت على كلامها إن هي مفيش غيرها. ولما سألوها أنت متأكدة من اللي بتقوليه، قالت أيوة هي طعنة واحدة بس اللي عند كتفه وإن مش موجود غيرها. ولما توجه لها سؤال عن سبب الجرح اللي موجود في راسه وده عمقه 20 سنتي، قالت إن هي ما تعرفش عنه أي حاجة، وإن هي اتفاجئت بالجرح ده فيما بعد من المحامي بتاعها أو من إخواتها، وإن هي ما تعرفش عن سبب أثر الجرح اللي في دماغه. بس قالت يمكن إنه هي وهو بيقع على الأرض بعد طعنة السكينة، قالت إنه هو بيقع وقع على الأرض فحصل له جرح في راسه، مع العلم إن الجرح أصلا موجود بعرض الراس كلها، يعني واخد الراس كلها، كأن كده كأنك كنت بتفتح حاجة. عشان تعرفوا بس المحاميين اللي بيسوحهم ما بيحلوش، هو بيماطل عشان القضية تاخد وقت وإن المحكمة تيأس، وإن فعلا يقولك ده هي كان عندها حسن نية وإن هي تطلع من الموضوع، لأنها ختمت المحضر بإن هي ساعة شيطان، وإن هي ما كانش قصدها اللي حصل ده كله، وإن هي لما خفت الأدلة أو غسلت السكينة ومسحت الأرض، قالت إن هي ما كانتش مستوعبة أي حاجة، وكانت خايفة لا التهمة تمسك فيها. يعني ولا جابت سيرة إن هي اتصلت بيه وقالت له تعالى أنا عايزاك، ولا جابت سيرة إن هو خارج من الحمام وإن هو اتصاب. كل كلامها على إن هو كان عندها في المطبخ مش في طرقة الحمام. ما جابتش سيرة إن هي بتقول إن الدم كان مغرق هدومه، فهي اتصدمت وما عرفتش تتصرف. بس كلام أخته شيماء لما قالت إن أنا ندهت حد من الشباك وطلع محمد وجينا نقلناه من عند باب الحمام الطرقة وحطيناه في الصالة، بتقول إن ما كانش فيه أي حاجة وإحنا افتكرناه مغمى عليه عادي، لمجرد إن محمد بيعمل التيشيرت لقينا نافورة دم طرطشت في وشنا. بس كلام بقى هبة أثناء التحقيق الأخير، قالت إن هي اتفاجئت بإن الأرض غرقانة دم، وإن هي خافت وعلى أساسها إن هي غسلت السكينة واستنيته لحد ما يطلع الروح في الروح. هي قالت أنا ما كانش قصدي إن أنا استناه يطلع في الروح، أنا كان قصدي إن أنا بحسبه اتخبش حتة عادية كده، حصل له خدش خفيف في صدره من أثر السكين. أنا ما كنتش أعرف إن هي السكينة جت فيه أوي كده. بس التحقيقات والتقرير الطبي الشرعي قبل كده كان طالع على ان السكينة مستقرية بطولها كله، السكينة طولها 15 سنتي استقرت كلها في صدره. ولما اتعمل بحث قبل كده على التليفون بتاعها، لما جم اثناء التحقيقات ان هم يفرمطوا التليفون او ان هم يشوفوا ايه اللي موجود على التليفون يثبت نفي كلامها او اثبات الادله، لقوا ان هي عامله سيرش على ان هي ازاي تديله طعنه واحده بس تسبب للوفاه. وده معناه ويأكد على ان هي كانت مبيته على غدر، مش زي ما هي دايما تقول انا مقصدش ان انا انهي حياته. دايما في كل تحقيق بيحصل معاها بيختلف منها الكلام، بيختلف الرواية والقصة اللي بتحكيها على حسب توجيه من المحامي. بس الكلمة الوحيدة اللي بتثبت عندها ان انا مقصدش اخلص منه، ده انا بحبه واحنا متجوزين عن حب، وان انا كنت بحبه جدا، وان ديت لحظة شيطان، ولو رجع بيا الزمن تاني مش هكررها تاني. هي فعلا مش هتكررها تاني لانها لبست طقم الاعدام، لبست عباية الاعدام، بس هي هتفضل موجودة بالعباية ديت لحد ما تولد، وبعد كده هيعدموها. طبعا المحامي بتاع احمد يطلب تعويض بقيمة 1,000,000 جنيه، بقيمة تعويض مدني، وكمان يطلب اقصى عقوبة واللي هي الاعدام، طبعا لان هي كل شوية بقصة شكل، وهي في الاول وفي الاخر هتاخد اعدام. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.